يا صباح الخير، يا صباح العدالة اللي عم تتحقق بهذا القفص. رح يتم محاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، المسؤول أو رئيس فرع الأمن السياسي اللي كان بدرعا. رح يتم محاكمته بعد شوي بأول جلسة محاكمة علنية لمجرمي الحرب اللي تورطوا بالدم السوري بحضور وسائل الإعلام، وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية، وبحضور المحامين والمدعين الشخصيين وشريحة من الأهالي اللي كان أجرم بحقهم عاطف نجيب. عاطف نجيب اسم مرتبط بالذاكرة، عاطف نجيب كان اسم ما نجرؤ أنه نحكي عنه كلمة. هو اللي اعتقل أطفال درعا، هو اللي قمع الاحتجاجات للثورة السورية بداية أحداث بدرعا. رح يتحاكم اليوم ورح يقعد بهذا القفص، رح يجلس بهذا القفص ليتم محاكمته وفق القانون. هذا المجرم أو بهاي الجلسة رح يتم محاكمته أو رح يتم توجيه التهم له ولبشار وماهر غيابيا وبحضوره هو، وبجلسات بعدها إن شاء الله رح يتم إطلاق الأحكام ورح يتم محاكمة بقية مجرمي الحرب. العدالة الانتقالية اللي عم تتحقق، عدالتنا اللي أخذناها بعد 14 سنة. ما حدا كان متخيل إنه عاطف نجيب يقعد بالقفص والشعب السوري هو اللي يحاكمه. هاي هي العدالة اللي لطالما سعينا إلها، العدالة الإلهية، العدالة الانتقالية، العدالة اللي بتبرد قلوبنا كلياتنا، بتبرد قلوب أهالي الشهداء، بتبرد قلوب كل السوريين. ثقوا يا سوريين، عدالتكم عم تتحقق، بتتعرج بتميل شوي لكن رح تتحقق ورح تتحقق كاملة بإذن الله. وما رح نهدى حتى يجلس بشار الأسد وماهر بهذا القفص بإذن الله. قولوا يا رب.